السلام عليكم. لما يكون عندك بقى كده شويه دقيق وعايزه تعملي شويه عيش، بصي هتقومي تعملي شويه العيش البلدي دول تحفه بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويطلع طري بقى كده زي ما انت شايفه بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. مشهور بيه بقى حبايبنا كده في الارياف، بيعملوا العيش ده في الافراح وفي المناسبات، بيبقى تحفه مع المشاوي. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه ويطلع قمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. المقادير سهله جدا وبسيطه. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاغراض، اي نوع دقيق عندك هتستخدميه. تمام. عندي هنا بقى معلقه كبيره من الخميره، انا استخدمت خميره بيره. لو عندك خميره فوريه ومش متوفر الخميره البيره هتستخدمي الخميره الفوريه. عندي هنا بقى معلقه كبيره كده من الملح، ورشه سكر صغيره يعني حوالي نص معلقه كده صغيره. والميه طبعا للعجن، الميه على حسب ايه العجين ما هياخد معانا، مش هنحدد الكميه على حسب العجين ما ياخد معانا. وهنجرب بس في كيلو واحد من الدقيق يظبط بقى كده العجينه معاكي، تقدري تضاعفي الكميه. اول حاجه كيلو الدقيق هننخله كويس جدا. لما بتنخلي الدقيق بتدخل جواه هواء وبتخلي العجينه كده مورقه معاكي. هننزل عليه بالملح ورشه السكر، ما تكتريش السكر، حوالي نص معلقه كده صغيره. والخميره، وزي ما قلت لكم الخميره لو مش متوفره عندكم هتجيبوا الخميره الفوريه. انا كده الخميره بتاعتي متاكده منها، فعشان كده ما اختبرتهاش. لو انت الخميره بتاعتك مش متاكده من نوعها هتختبريها في شويه ميه دافيه. وهننزل بقى كده بالميه بالتدريج لحد ما يظبط قوام العجينه معانا. انا بنزل بالميه واحده واحده، وبعجن هنا بميه من الحنفيه. الجو حلو دلوقتي، لو في البرد لو الجو برد طبعا هتستخدمي ميه دافيه، انما حاليا الجو حلو ودفى، علشان كده انا استخدمت ميه بارده، مش بارده، ميه من الحنفيه يعني عاديه. وبنزل بقى كده بالميه بالتدريج. العجينه بتاعتنا النهارده بتكون طريه شويه، انتوا عارفين بتكون اتقل كده من الزلابيه بشويه. خليكي شاطره بقى. بصي، احلى حاجه تعمليها وتطلعي فيها بقى الطاقه السلبيه اللي عندك هو العجين. شايفين بقى العجينه تحفه ما شاء الله. الخطوه دي بقى مهمه جدا جدا جدا. هتفضلي بقى تلتي كده في العجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما العجينه تنعم معاكي. اظن مفيش اسهل من كده. اهم حاجه هتقعدي تلتي فيها كويس جدا. عارفه انت بقى بيقولك اللت والعجن، اهو ده اللت اللي بيقولوا عليه. هتقعدي تلتي فيها كويس جدا، والصوت بقى اللي بتطلعه ده احلى حاجه تطلع الطاقه السلبيه اللي عندك. وصوت الفرقعه بتاع العجين ده، شايفه العجينه بدات تنعم ازاي. على قد ما تقدري بقى 10 دقايق ربع ساعه، دي اهم مرحله في نجاح العجينه بتاعتنا النهارده والعيش البلدي. هنغطيها بقى كده وهنسيبها في مكان دافي تخمر. طبعا لو الجو برد بتاخد وقت اطول. انا كميه العجينه عندي هنا صغيره، انا عندي بس مستخدمه كيلو من الدقيق. طبعا لو استخدمتي كميه اكبر بتقعد فتره اطول في التخمير. فهي هنا خدت حوالي ساعه الا ربع معايا على ما خمرت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا بقى صينيه وهتمليها كده من الرده. لو مش متوفر عندك الرده دي تعرفين هي نخاله القمح، يعني بتبقى موجوده عند معظم كده البقالين. وهتعوصي ايدك بقى كده من الدقيق وهتنزلي في العجينه. اهم حاجه ايدك تكون كلها دقيق علشان العجينه ما تلزقش في ايديكي. والرغيف طبعا بقى على حسب حجمه، على حسب ما تحبي. لو مش متوفر عندك طبعا الرده، هتجيبي كده فوطه نظيفه وهتحطيها على الصينيه وهتحطي عليها دقيق علشان يبقى سهل عليكي وانتي بتشيليها علشان تفرديها. وبعد ما بتقطعيه كده على الصينيه بالشكل اللي انت شايفاه ده بتسيبيه يرتاح شويه. ودلوقتي بقى انا هفرده معاكم على الدقيق من غير ما هريحه ولا من غير، لان موضوع الرح ده بيبقى صعب على ناس كتير. فبايديكي كده وهتفردي. اهم حاجه هتحطي ايديكي في الدقيق وهتفردي من جوه لبره، مش هتفردي في نص العجينه علشان النص العجينه ما يكونش رهيف معاكي. على فرن سخن بقى جدا. وهتسوي بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله العيش تحفه. احلى حاجه بقى تعمليها كده مع مشاوي جنب الاكل. وهقول لك ازاي بقى دلوقتي تخزنيه. هفرد كمان كده رغيف معاكم. انا بفرده دلوقتي على الدقيق، في ناس بتفرده على رده من جوه لبره كده. وهتحطي ايديكي في الدقيق ورشه دقيق خفيفه خالص
من غير نشابه ومن غير اي حاجه. هو الموضوع سهل جدا ومش بياخد وقت خالص، ومن غير ما نرح بقى ولا اي حاجه. لو انت حابه ما عندكيش الفرن ده وحابه تخبزيه في فرن البوتاجاز، رشه دقيق كده بسيطه في الصينيه، وهتفردي على طول في الصينيه اللي هتشتغلي فيها. اهم حاجه تلفيه كده علشان ما يلزقش منك. انا بفرده دلوقتي على مطرحه، هتحركيه كده كل شويه علشان ما يلزقش منك في المطرحه. وعلى الفرن بقى السخن جدا. ولو انتي بيقولك بتعمليه في فرن البوتاجاز، بتسويه في فرن البوتاجاز، اهم حاجه يكون شغال من فوق ومن تحت، وهتفرديه في الصواني وبيطلع تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وطري جدا ما شاء الله. ما تستصعبيش حاجه بقى، سمي الله كده وابدأي بقلب، هيطلع معاكي الحاجه تحفه ما شاء الله. هتسيبيه بقى كده يبرد. احنا هنا عاملين كميه بسيطه، عامله كيلو واحد من الدقيق ما شاء الله، عمل كميه حلوه. لو انت عايزه تضاعفي الكميه، هتضاعفي كل المقادير، وهتسيبيه بقى يبرد خالص، وهتشيليه في الفريزر. العيش ده مش بيستنى بره الفريزر اكتر من يوم، لان هو لو استنى اكتر من يوم بينشف معاكي ومش بيبقى كويس. فاهم حاجه، اول ما بيبرد كده هتشيليه في كيس محكم في الفريزر، وهتطلعيه بقى تسيبيه يفك شويه، وهتسخنيه. وبألف هنا وشفا على قلبك يا رب. ما تنسوش اللايك، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره، وباي باي.